لو قدامك طريقين، واحد تاخد منه فلوس والتاني تقدم فيه حب، هتختار انهي من الاتنين؟ معانا النهارده مس كريستينا هتحكي لنا اكتر عن تفاصيل يوم الاربع واحداثه وحكاياته. ازيك يا مس كريستينا؟ ازيك يا جيس. ممكن نعرف اكتر عن تفاصيل يوم الاربع واحداثه؟ بصي، يوم الاربع ابتدى بانه السيد المسيح كان متجمع مع تلاميذه في بيت عنيا، وكان يعني زي قاعد معاهم كده بيهيأ لهم للاحداث اللي هتيجي بعد كده يعني. فالبيت عنيا ده كان اللي هو في بيت سمعان الابرص. ده كان واحد من اللي عمل السيد المسيح معاهم معجزه وشفاه. واليوم ده كمان حدث فيه حدثين مهمين قوي، سكيبه الطيب ويهوذا اللي باع السيد المسيح. طب هو اليوم ده بيميزه حاجه معينه او اسم معين كان مخصوص ليه؟ بصي، اليوم ده كان بيتسمى بيوم الراحة. يعني كان فيه السيد المسيح بيستريح كده من اللي حصل قبليه على طول، يوم الثلاث، لأنه طبعا كان متجمع مع الشعب وبيعلمهم وكده. فكأنه كان بيستريح يعني في الوقت ده، وبيستريح برضو للأحداث اللي جاية، يعني كاستعدادا للأحداث اللي جاية اللي هي الصلب وكده. طب انا عايزه اعرف حكايه سنه الطيب. بصي، سكيبة الطيب ديت هي كانوا طبعا السيد المسيح متجمع معاهم في بيت سمعان الأبرص. هي دخلت وراحت سكبت الطيب على راس السيد المسيح في الوقت دوت. والطيب ده نوعه غالي جدا، وده حاجة نادرة، يعني هو بيجي أصلا من جبال الهند. فمجيه أصلا صعب، مش سهل يعني، وسعره طبعا غالي جدا. بس كان في الوقت دوت يعني كانوا اللي بيجيبوه اللي هم البنات، بحيث يعني ده كان بيتم استخدامه لفرحهم بقى وكده. فده كان يعني كل بنت بيبقى عندها زي قاروره منه كده واحده، يعني مش كتير، يعني هي بتبقى حاجه نادره طبعا. طب كان ايه هو رد فعل التلاميذ على لما سكبت الطيب، جت سكبت الطيب على راس السيد المسيح؟ بصي، هو كان ليهم رد فعل مش احسن حاجه، يعني لان هم كل اللي عملوه ان هم قالوا للسيد المسيح هي احسن من انها كانت تسكب الطيب وان هي تدلقه يعني كده، انها كانت تبيعه، لان طبعا سعره غالي، انها كانت تبيعه وبالفلوس ديت تساعد بيه الفقراء يعني. فكان من احسن ان هي تعمل كده. لكن السيد المسيح رد عليهم رد حلو قوي، قال لهم الفقراء معاكم في كل حين، يعني موجودين معاكم طول الوقت يعني. فكان عايز يعلمهم ان هم يعملوا رحمه مع الناس اللي حواليهم يعني. وكمان الطيب ده اصلا كان اشاره لتكفين السيد المسيح لموته. في ايه في انجيل متى اصحاح 26 ايه 12 كان بيقول: فانها سكبت هذا الطيب على جسدي، انما فعلت ذلك لاجل تكفيني. يعني كان في هنا، يعني في الحين الجزء ده كانت اشاره لتكفين السيد المسيح وموته يعني. تمام. طب احنا كان في كمان يهوذا اللي سلم السيد المسيح، عايزين نعرف اكتر عن تفاصيل. بصي، في الوقت ده كان رؤساء الكهنة كانوا بيتأمروا عشان عايزين يقدروا يعرفوا المسيح فين، ويقدروا يعرفوا تفاصيل أكتر عن مكانه. فيهوذا الإسخريوطي طبعا يعني راح بقى واتقابل معاهم وتأمروا على السيد المسيح، وباعوا ب30 من الفضة. اتأمر طبعا معاهم وكان متفق معاهم يعني. بس ففي الوقت ده يعني هو باع بقى وكان السيد المسيح، مع انه كان تلميذ من تلاميذه، يعني مش حد غريب مثلا محتاج الفلوس، لا ده كمان كان امين الصندوق، يعني كان امين الصندوق بتاع الخدمه. هو يعتبر كان امين الصندوق بتاع خدمه السيد المسيح وكده. لكن على الرغم من كده انه باعوا وباعوا يعني 30 من الفضه. من كلامك، رغم ان يهوذا هو كان ماسك برضه صندوق الخدمه، رغم ده فضل حب المال عن حب السيد المسيح. ممكن تقول لنا ازاي نتعلم الدرس ده؟ بصي، وانت فعلا عندك حق، يعني يهوذا كان من تلاميذ السيد المسيح، يعني حد قريب منه جدا، يعني المفروض ان يكون محبته ليه كبيره فما يوصلش ان هو يعمل كده. لكن احنا بسبب اللي بيعمله يهوذا ده، احنا طول السنه بنصوم يوم الاربع، ما عدا طبعا الخمسين المقدسه مش بنصوم فيها يوم الاربع. بس صيامنا ده كتعبير، يعني ان احنا بنقول له يا رب سامحنا على اللي عمله يهوذا، وسامحنا لو احنا كنا في يوم زي يهوذا وبعناك او خناك. وساعدنا يا رب ان احنا نكون زي سكيبة الطيب اللي قدمت محبة واغلى ما عندها، يعني قارورة الطيب دي احنا قلنا غالية جدا، فده كان اغلى حاجة عندها. فكأننا بنقول له ايه من يوم الاربع طبعا، كأننا بنقول له ايه: يا رب
سامحنا ان احنا لو كنا في يوم زي يهوذا، وساعدنا ان احنا نكون زي سكبة الطيب ونقدم اغلى ما عندنا ليك يا رب. شكرا يا مس كريستينا ان انت كنتي معانا النهارده وعرفتينا اكتر عن يوم الاربع وايه اللي حصل فيه. شكرا ليك يا جيجي. استنونا الحلقه الجايه، هنتكلم فيها عن تفاصيل اكتر وحكايات اكتر عن خميس العهد، بس الحكايات دي من زمن ما فاتش.